ها يا حبيبي، عامل ايه في المذاكرة؟ الحمد لله يا بابا. هات لي كوباية مية علشان عطشان. حاضر يا حبيبي. اه يا بابا، بطني تعباني، وديني الدكتور. بطني. ها طمنا يا دكتور، ماله؟ آخر حاجة أكلها الولد أو شربها كانت إيه بالظبط؟ هو ما اكلش حاجة، هو يا دوب شرب كوباية مية. مية. يبقى هي المية. أكيد طبعا حضرتك بتشربوا المية من الحنفية. أنا هديك رقم شركة تقدر تتواصل معاها وتركب فلتر في بيتك علشان المية تبقى أأمن للطفل. اديني رقم حالا، انا هكلمهم دلوقتي حالا. خلاص يا حبيبي، مش عايزك تكون قلقان وانت بتشرب المية. انا كلمت شركة سوكيا لتكنولوجيا معالجة المياه، وقال ان هم هيجي يركبوا الفلتر بكرة، فعايزك تكون مطمن. طيب انا هعرف منين يا بابا ان المية كده هتبقى تمام؟ لا يا حبيبي، لازم تكون مطمن. اول حاجة هيجي يركبوا الفلتر، تاني حاجة هيعملوا كارت صيانة ويتابعونا اول باول، وقبل ما يمشوا لازم يحللوا لنا المية ويورونا نتيجة التحليل، والمية هتبقى امان في ايديهم. شفت؟ زي ما قلت لك، الناس دي ملتزمة جدا في مواعيدها. ودلوقتي تقدر تشرب المية وانت مطمن. المية دلوقتي رجعت الأملاح طبيعية تماما، وما فيهاش أي شوائب ولا عقارة ولا فيروسات. وهنتابعك أول بأول نطمن على حضرتك وعلى الأسرة الكريمة. واللي جنب حضرتك دول كوباية المية بعد ما عالجنا المية بالفلتر. واضح طبعا فرق المية قبل ما نعالج وبعد ما نعالج بالفلتر. ياه، انا كنت هضيع ابني بنفسي. الحمد لله ان انا قدرت اكلمكم في الوقت المناسب.